النهارده عملت معاكم يا حبايبي احلى مكرونه بشاميل، كله في حله واحده من غير لا تشويح اللحمه ولا البصل، كله في الطاجن دوت مره واحده كده. جربوه، سهل وبسيط، هيعجبكم ان شاء الله. احلى مكرونه بشاميل عملناها كلها في قلب الطاجن من غير سلق المكرونه ولا تشويح اللحمه. جربوها هتعجبكم الطريقه دي قوي يا حبايبي. خشوا الفيديو وشوفوا احنا عملناها ازاي. احلى مكرونه بشاميل. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده صينيه مكرونه من غير سلق ولا تعصيج لحمه ولا حاجه. انا معايا هنا بتاع ربع كيلو لحمه، حطيته في الطاجن ده وحطيت معاه معلقه زيت وهركنه كده على جنب. هحط بقى المكرونه اللي تكفيني تبع الطاجن بتاعك او الصينيه بتاعتي. هحط المكرونه زي ما هي نيه كده يا حبايبي. انا مولعه عليها على النار، بس موطيه على النار مش معلياها. هبدا بقى اشوح كده اللحمه مع المكرونه، طريقه بسيطه كده سهله وجميله. جربوها، انا عملتها كذا مره وبحب اعملها على طول. سهله، لا بتغسلي مواعين ولا بتعبي ولا حاجه، حاجه سريعه ونظيفه وحلوه. طبعا المكرونه بنبقى عارفين احنا جايبين مكرونه حلوه ونظيفه وما بتنشيش، مفيهاش نشا يعني كتير. انا هزود بس شويه مكرونه كمان. ده يا حبايبي ربع كيلو لحمه مفرومه، والكيس ده اصل المكرونه كيلو فانا باخد منه عشان بس تبقى اللحمه مش كتيره في المكرونه، فزودت شويه مكرونه. هشوحها بس كده ثواني، ومحضره معايا ميه سخنه هنا. تملي تبقى الميه عندك في براد او كتل على النار كده. انا كنت غليها قبل كده وحطيت عليها. هنشوحها بس شويه صغيره كده. هنجيب بقى فلفل اسود نحطه عليها. زي ما قلت لكم حبايبي قبل كده، انا بحب احط الفلفل الاسود فريش يعني تطحنيه وانتي بتعملي. انا ماسكه المطحنه اهو بطحنه بيها. بصوا حبايبي، ليه الفلفل الاسود لما بيتطحن ويتركن بتضيع فايدته. انا ما بحبش احط على المكرونه البشاميل اكتر من الفلفل الاسود وشويه بهارات اللي هي 7 بهارات فيها طبعا كل حاجه. اجيب بقى معايا فص ماجي. عندك ماجي بودر حطي، عندك ماجي ده انا كان عندي ده فقلت ايه استعمله. احط الفص الماجي كده واوسع له مكان كده عشان ياخد درجه حراره الطاجن، وبعدين نقلبه. معايا هنا يا حبايبي معلقه 7 بهارات هحطها. وهحط قلب زبده صغير. انا ما حطيتش حاجه الا معلقه زيت صغيره جدا ساعه ما نزلت اللحمه عليها، وده قلب زبده صغير مع الماجي، فمش هنكتر اكتر من كده لان انا لسه هعمل البشاميل واللبن اللي عندي كله قشطه. هشوح بس المكرونه تشويحه صغيره كده. وعامله بقى طماطم، عامله طماطم وجزر وبصل وثوم ضربهم في الكبه هحطهم عليها. دي طريقه جميله، جربوها يا حبايبي هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوها. اطعم بكتير من المكرونه اللي احنا بنعملها اللي هي العاديه المسلوقه وبنحط اللحمه في النص. لا دي اجمل واطعم، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم وفعلا حلوه. هنزل بقى البصل والطماطم.
هياخدوا كده تشويحه مع المكرونه. انا كل لسه ما حطيتش ملح، وخلي بالكم الملح لو حطيته ماجي، بس الماجي الاولي ده بيبقى حايد، انما البودر ساعات بيبقى موجود يعني. هقلب بقى كده المكرونه مع انا بس اخلي الطماطم تدبل شويه. هحط بقى الملح بتاعي زي ما قلت لكم، مش هكتر لان احنا لسه هنعمل بشاميل. البشاميل يا حبايبي انا ما بعملوش متحمر، انا بعمله ني في ني، هتشوفوه دلوقتي. انا كده شوحت المكرونه مع اللحم مع الخضار اللي انا حطاه معاه ده، مع البصل والقوطه والثوم، تشويحه حلوه كده. معايا بقى ميه مغليه زي ما قلت لكم اهي، هنزل بيها على المكرونه. هغطيها كأني بعمل رز، واقل كمان شويه يعني. بصوا زي كأنك بتعملي رز، بس تقللي الميه شويه عن الرز عشان خاطر يعني ما تغطيهاش عشان تطلع مفلفله كده. احنا من طبيعي بنعمل مكرونه نص سوا او 3/4 سوا، فاحنا برضو عاوزينها ما تتهريش مع الميه اللي احنا حطيناها دي. هسيبها بقى، هغطيها واسيبها لما تستوي وارجع لها. بصوا حبايبي، انا عامه لما بعمل المكرونه اول ما بتاخد غلوتين بطفي عليها واسيبها تكمل سواها في الميه بتاعتها. فانا خديتها برضو غلوتين مع الصوص بتاعها ده، وهغطيها وهسيبها مطفي عليها لحد ما نحضر البشاميل ونرجع لها. بصوا حبايبي، انا معايا هنا حوالي نص كيلو لبن بالقشطه بتاعته، بحط عليه قالب زبده. هو مع ان فيه قشطه بس برضو الزبده بتديله طعم حلو. وهنزل عليه 3 معالق دقيق، دي 1، ادي 2، ادي 3. هنقلبهم بقى كويس، ونحط برضو معاهم فص ماجي، بس مش هحط ملح معاه. لو انت مش حابه تحطي ماجي مش لازم يعني. هو الماجي اصلا المكرونه فيها طماطم وفيها جزر فمحليها. هنضرب بقى الدقيق كويس مع الحليب، وبعدين نولع عليه شويه ياخد التقل اللي احنا عاوزينه علشان نحطه فوق المكرونه. انا يا حبايبي ولعت عليه وحطيت له فص الماجي زي ما قلت لكم، مش هحط حاجه تاني، وحته الزبده، وهقلبه بقى كويس لحد ما يديني السمك اللي انا عاوزاه. لو طلع تقيل هزوده شويه ميه دافيه، طلع مظبوط يبقى خلاص. افضل بقى اقلب فيه لما يدي التقل اللي احنا عاوزينه، وبعدين اطفي عليه. انا معايا يا حبايبي جبنه موزاريلا، هحطها برضو مع البشاميل. مش هحطها في على الوش، في البشاميل كده تسيح معاه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا زي ما قلت لكم حطيت 3 معالق دقيق، وحطيت فص ماجي، وحطيت حوالي نص كيلو لبن بالقشطه بتاعته، وحطيت حته جبنه قريق بتاع دي، جبنه موتزاريلا تسيح مع البشاميل. بصوا البشاميل ما شاء الله لو تقل عن كده هخفه شويه بالميه، ما تقلش يبقى خلاص يعني، هيبقى حلو كده. احنا كده نعتبر خلصناه، والمكرونه كمان استوت مع نفسها كده. وهنعملها بقى، نحضرها ونحطها في الفرن. اول بس البشاميل ما يبقلل كده
زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، المكرونه اعتبرت شدت الصوص اللي انا كنت حاطاه لها. هحط بقى شويه بشاميل عليها كده واقلبهم فيها، والباقي هنحطه على الوش. بصوا ما شاء الله استوت منها فيها كده مع الصوص مجرد ما طفيت عليها. هنقلبها كويس. بس هنسويها بقى ونحط البشاميل على الوش وندخلها الفرن. انا مولعه الفرن على حراره 200. مش هتاخد وقت يعني، هي طبعا مستويه بس ايه هتبكبك شويه كده في الفرن، وبعد كده نحطها تحت الشوايه في الفرن الكهربائي. هكب كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهفرد بقى البشاميل كده. زي ما انتم شايفين البشاميل لا خفيف ولا تقيل قوي. هسويها بقى شويه كده مع بعضيهم زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هي مش محتاجه بقى ولا سمن ولا زيت على الوش، لان هي فيها جبنه موتزاريلا وفيها قشطه، وكنت حاطه زبده مع البتاع فمش محتاجه. شايفين جمالها؟ هحطها بقى في الفرن ولما تطلع من الفرن اوريها لكم.